في أواخر العصور الوسطى كانت أوروبا غارقة في الخرافات والمعتقدات الدينية القوية، وكان للكنيسة والقضاء تأثير كبير على الحياة اليومية للناس. كان يعتقد أن العالم من حولهم بما في ذلك الحيوانات يخضع للقوانين الإلهية والبشرية، ولهذا لم يكن من الغريب أن تتم محاكمة حيوان كما لو كان إنساناً. وفي عام 1386 وقعت واحدة من أغرب القضايا القضائية في تاريخ البشرية، محاكمة خنزير. في بلدة فالايس الصغيرة في فرنسا كانت عائلة فقيرة تعيش في أحد الأحياء المتواضعة. في صباح يوم مشمس تركت الأم طفلها الرضيع في المهد للحظات قليلة بينما انشغلت بأعمال المنزل. خلال تلك اللحظات دخل خنزير ضخم إلى المنزل. كان هذا النوع من الخنازير يربى طليقاً في الشوارع يبحث عن الطعام أينما وجد. للأسف هاجم الخنزير الطفل الصغير وراح ينهش وشه وأطرافه بأسنانه القوية. عندما عادت الأم إلى الغرفة وجدت المشهد المروع، طفلها غارق في الدماء. حاول الأهالي إنقاذ الرضيع لكن الأوان كان قد فات، توفي الطفل متأثراً بجراحه. لم يكن هناك شك في هوية الجاني. الخنزير كان معروفاً في الحي، وتم القبض عليه من قبل الحراس وأودع في السجن في زنزانة حقيقية مثل أي مجرم بشري. انتشر خبر الجريمة الشنيعة في أنحاء البلدة، وأثارت القضية غضب السكان، وطالبوا بمحاكمة علنية للخنزير ليكون عبرة ليس فقط لحماية الأطفال بل احتراماً للقانون والنظام الإلهي. عقدت محاكمة رسمية للخنزير أمام محكمة المدينة. حضر القاضي ممثل الكنيسة، المحامون، وجمع غفير من سكان البلدة. والأغرب من ذلك عين للخنزير محامي دفاع يمثله أمام المحكمة. تمت قراءة لائحة الاتهام: قتل طفل رضيع عن سابق إصرار وترصد. وضعت شواهد وأدلة على الطاولة: شهادة الأم، أقوال الجيران، وحتى آثار أسنان الخنزير اللي اتطبقت مع جراحة الطفل. المدعي طالب بإعدام الخنزير شنقاً، بينما حاول المحامي الدفاع عن موكله بالقول إن الحيوان تصرف بغريزته ولم يكن هناك نية إجرامية واعية، لكنه لم ينجح في إقناع المحكمة. الحكم والتنفيذ: بعد جلسات الاستماع نطق القاضي بالحكم: لقد ثبت لدينا بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الحيوان ارتكب جريمة قتل بحق طفل بريء، وعليه وباسم القانون الإلهي والبشري يحكم على الخنزير بالإعدام شنقاً حتى الموت. نفذ الحكم في ساحة البلدة الرئيسية في حضور المئات من الأهالي. تم تعليق الخنزير على المشنقة كأي مجرم خطير. السؤال هنا: ليه كان بيتم محاكمة الحيوانات؟ في العصور الوسطى كان يعتقد إن الحيوانات مسؤولة أخلاقياً عن أفعالها. المحاكمات كانت جزءاً من إظهار عدالة الله أمام الناس. كانت تهدف إلى طمأنة السكان إن العدالة تطبق على الجميع وحتى على الحيوان لو أخطأ. محاكمة الخنزير في فالايس واحدة من أغرب الحكايات في سجل القضاء الإنساني. تذكرنا بعصور كان فيها الخيال والخرافة يمتزجان بالواقع والقانون. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب واستناني